الضرب في السينما المصريه المفروض انه ضرب، المفروض انه اكشن. يعني بص، انا لما كنت صغير كده كنت بتاثر جدا بالافلام الاكشن. انا كنت احب جدا افلام الاكشن، سواء كان جاكي شان، جيت لي، فان دام، يعني بره. لكن فكره ان انا اتاثر مثلا بافلام اكشن مصري، فاللي هو انت لو عايز تتضرب، لو عايز تتعجن في عركه، او لو عايز تاخد الاكشن بتاع مصر تاخده تطبقه في الواقع، فانت كده يعني انت كده عايز تتضرب. يعني انت لو خدت مثلا ضرب فريد شوقي ولا نور الشريف ولا احمد زكي ولا اي حد ولا احمد رمزي. يعني أنا في فيلم انا كنت متاثر بيه جدا، اللي هو فيلم الابطال بتاع احمد رمزي، لما كان بيتعلم كاراتيه بقى عشان ينتقم للي قتل ابوه وامه الاخر. يعني حتى الكاراتيه اللي كان بيتعلمه احمد، كان احنا بنجود ليه في الكاراتيه؟ يعني هو الكاراتيه معروف انه اساليبه والكتات بتاعته وكل حاجه، بنجود ليه؟ يعني في فيلم مثلا اسمه فتى الشرير، المفروض الفتى الشرير ده ايه الفيلم المعرب من سكارفيس بتاع الباتشينو. احنا عملنا، بص احنا يعني عملنا الفيلم ده اللي هو سكارفيس ده، عملنا منه الامبراطور، عملنا الفتى الشرير. بص حلبناه حرفيا. يعني خلينا الباتشينو ندم على اللحظه اللي مضى ووقف فيها على السكارفيس. المهم بس في مشهد في بدايه الفيلم اكشن بقى، بيعلمك في اصول الاكشن، هنعرفه هنشوفه مع بعض. نور الشريف وعلي الحجار. علي الحجار انت لو شفته في الفيلم ده يعني يصعب عليك حرفيا. يعني تحس مثلا ان هو كان مزنوق في فلوس، فعلشان كده مضى الفيلم. يعني اللي هو كان مزنوق جدا في فلوس، مثلا كانوا جايبينه من على السرير وهو معلقين له جلوكوز مثلا، فاللي هو كان مضطر انه عشان يدفع ثمن الفلوس بتاعه السرير بتاعه او الفلوس بتاعه المستشفى، كان مضطر ان هو يعمل الفيلم ده. هو المفروض ان هو بيغني الاغاني بتاعه الفيلم، وهو مضى وهو غنى التتر بتاع الفيلم في البدايه، او يعني الانترو بتاعه الفيلم. فغالبا هو كان جاي الراجل على اساس ان هو يغني فقط. ما اعرفش مين اللي اكتشف فيه انه خليفه بروسلي، ما اعرفش، فيهم عظم من بعض ما تعرفش، بس المهم اقنعه بان انت راجل جسمك جسم بروسلي، جسمك جسم لاعب كونغ فو، فعايزينك في الفيلم هتبقى انت صاحب البطل. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هتدافع عن البطل. تخيل، هيدافع عن البطل. فهنشوف هيعمل ايه مع الاستاذ نور الشريف. وادي المشهد، اول مشهد في السجن، التيمه المعروفه في الافلام العربي، اللي هو البطل لما بيروح يدخل السجن دايما في حد ابن تيت بيبقى عامل لنفسه عصابه، وسبحان الله كل اللي في الزنزانه حبايبه واصحابه الا البطل بتاع الفيلم. بيعرف منين ان هو البطل؟ ما نعرفش، بس المهم انه لازم يكرهه ولازم يعلم عليه وبيتعلم عليه. هو ده يعني البلطجه ده دايما هو اللي بيتعلم عليه، ما بيتعلمش من افلامه وما بيتعلمش من اخطائه، ما نعرفش. فهنشوف مع بعض المشهد الاول. مرايه الاثنين اللوكس دول بيأجر سرايا. هيكلفوكوا 5 جنيه في الشهر. قلتوا ايه؟ وان كان المبلغ مش متيسر يبقوا تترزعوا تناموا في السريرين اللي في اخر العنبر جنب الكنيف دول. انا مش شايفش فرق في السراير خالص. يعني انت لو خدت بالك هتلاقي كل السراير زباله، استغفر الله العظيم، فمفيش فرق. هناخد السريرين دول هتدفع ولا مليم، واعلى ما في خيل اهلك اركبوا. تبقى انت بقى امك داعيه عليك بصحيح. بص تحس اللي هو بقى، بص انت هتجيبها فين بقى، هنا ولا هنا؟ اخ، انا اهو برفع ايدي اهو ومسلم لك. قوم يا عرة الرجال، بيسخنوا قوم يا صبي العالم. بيسخنوا. بقالي 15 سنه في السجون محدش فتح عينه فيا. ليه يا عم؟ هو معلش اللي كانوا بيتسجنوا دول كلهم من عالم الفتيات ولا ايه يعني؟ من كوكب الفتيات ولا كوكب زمردة اللي في سبيس تون؟ يعني مفيش 15 سنه؟ مفيش ذكر دخل السجن ده 15 سنه؟ هم بيعملوا يعني بيتشطروا على الناس اللي بره ويدخلوا يجيبوا ورا يعني ولا ايه؟ انت واخد بالك من السحب؟ ده المفروض الكوماندا بتاع السجن، ده اللي راعب كل الشنبات اللي قاعدين اهو. استاذ علي الحجار اهو بدا يظهر. شوف بقى، بص بقى انا عايزك تاخد بالك من الاكشن هنا. انت الاكشن ده حرفيا لو حاولت انك تستخدمه، المفروض يكتبوا والله العظيم، يعني زي ما دلوقتي بيكتبوا بلس 18 بلس 12، مصارعه المحترفين بيقول لك دونت تراي ذس ات هوم، يعني دبليو احنا معروف كده ان انت ما تعملش ده في البيت، يعني ما تعملش ده بقى. المفروض يكتبوا عليه كده، يعني ما تعملش ده في اي عركه. انت المفروض تنوه كده، تدي تحذير ان يا اخوانا الضرب ده مش حقيقي، مش حقيقي، لا الضرب ده هيضربك، الضرب ده هيأذيك. لو اتعلمت من الحاجات دي مع حد بيتخانق معاك او حد ثبتك، حرفيا انت الجاني على نفسك مش احنا. ايوه ايدي بقى ثانيه واحده، ايدي. شفت محمود عبد العزيز كان بيرقص في فيلم الساحل، بس كان بيرقص كده يعني، فاهم؟ ايدي ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب فص الثوم يعني؟ ده اسلوب الليمونتين؟ ده اسلوب الليمونه؟ ما انا عايز اعرف ده بيجيب ايه يعني؟ ده بيجيب النايل سهل ده بيجيب يعني؟ انا لو عملت كده ودخلت اتخانق
يعني انا دخلت اتخانق مع واحد وعملت له كده، المفروض ان هو يخاف مني ولا يضحك ولا الوضع هيبقى ايه؟ طب شوف بقى، شوف ضرب غير منطقي تماما، يعني حاضن اتنين وبيضمهم، يعني هو بص حضن الاب ده ولا حضن الام، والمفروض ان هو في كل مره لا هو بيتعلم فبيحافظ على رجالته، ولا اللي قاعدين مفيش حد حتى مثلا زغزغه تحت باطه مثلا، ده هو حللهم الموضوع عجبهم، اضرب كمان عايز اتوب. لا وبيضربوا، شفت انت، شفت انت خدت بالك من، بص يعني شوف دي اهو، بص انت متخيل، انت ده فان دام ما استجراش انه يعملها، ضرب بنيه في بنيه، فانت متخيل الضربه المفروض انها كسرت دراعه. الراجل ده 15 سنه مسيطر على السجن، ده غالبا سجن بنك الحظ اللي هو اذهب الى السجن حالا، ده متحكم في الناس دي 15 سنه. الناس بيبص بقى، انا عايز افهم بقى، الناس بتيجي منين؟ انتوا جايين بصوا له انا هروح اتضرب، والناس مش واخده وضعيه الدفاع او وضعيه الهجوم او اي وضعيه، هم واخدين وضعيه الضرب. يعني الجلابيه اللي لابسها نور الشريف دي نايم بقى. طب يا اخوانا سيبوني، انا بحب انام بعد العصر والله، بعد العرك انا بحب دايما انام بعد العرك كل يوم كده. بس كده عايزين نعرف بقى سر الخلطه، الابطال دي الفورمه دي اتعملت ازاي؟ ايه الاسلوب اللي كان بيتبعه، اللايف ستايل اللي كان بيتبعه الاستاذ علي الحجار والاستاذ صلاح عبد الراضي اللي هو نور الشريف في الفيلم، عشان خاطر يوصلوا للفورمه الرهيبه دي، في ان هم يقدروا يضربوا زنزانه كامله، وكوماندا كان متحكم في الزنزانه لمده 15 سنه، ما حدش اهانه الاهانه دي. فاحنا عايزين نعرف الفورمه دي عشان احنا كشباب بقى نستفيد ونتعلم ونبدا نشوف هم كانوا بيعملوا ايه، يعني ايه الكارديو مثلا ولا السويدي اللي كانوا بيلعبوه. فهنا بقى المخرج جاب لك بقى الاساسيات يعني. فدي المفروض الضغط 3 ضغط بالاجسام دي. شايف هي دي بقى ايه، تقريبا كان حادثه، فكان قاعد مثلا 10 سنين على كرسي متحرك، والدكتور بدا يعمل معاه اللي هو العلاج الطبيعي، فعشان يفك بس الجسم، لان الجسم طبعا مقفول، ايه قاعد على كرسي بقى او نايم، فانت بيديك تمارين تفك جسمك بقى، اللي هو عشان ترجع انسان طبيعي. دي مش تمارين حد يقفل حاره، لا. الاستاذ نور الشريف بيبخره عشان الحسد تقريبا، فبيلف حواليه تمام، او بيتعامل على ان هو ده تراك، يعني ده مثلا ده تراك، فالمفروض ان نلف 5 لفات حوالين الاستاذ علي، يبقى انا كده النهارده عملت التمرين بتاع النهارده، انا كده النهارده حرقت يعني. طيب الاستاذ علي بقى بيعمل ايه؟ انا كحد بتفرج على الاستاذ علي الحجار عمري ما هقول له انا نفسي ابقى زيك، او انا نفسي ابقى بفورمتك، لا انا هقول له ربنا يعينك، او ربنا يديك الصحه، ربنا يعفو عنك، ده اللي هقوله له يعني. بص هو عايز يوصل لك كده الرساله، انا فهمت المخرج عايز يوصل لك ان القوه قوه روحيه، يعني دعاء والدين، يعني الانتصار اللي بيحصل لهم وان هم ضربوا الناس اللي في الزنزانه كله كان دعاء والدين، ليس الا ملوش دعوه لا بتمارين، ملوش دعوه بقوه، ملوش دعوه باي فنون قتال، ده اللي عايز يوصله لك. يعني هو الراجل بنفسه بيقول لك يا عم هم ما بيعملوش حاجه. مشهد اكشن تاني في الفيلم، هو المفروض الفيلم بيتسمى الفتى الكوميدي مش الفتى الشرير يعني، بس هنشوف المشهد الثاني اهو، ده من المشاهد برضو اللي ايه الغنيه في السينما المصريه. ده تغفيله، دي تغفيله طبعا، انا صعب انا نفسي يعني صراحه التغفيله كل ما بشوف المشهد ده بمسك بتحسس قفايا يعني. شفت الدخله خدت بالك انت من الدخله دي؟ كان مستني واحد صاحبه تحت البيت وبيقول له نازل لك بلبس الكوتشي، وبعد كده راح ايه، فهو استعجله فراح طلع له، مش طالع ينقذه مثلا. المفروض ان انا لما هروح اعمل كده انا عارف ان جوه في زربيح بني ادمين، ودول بني ادمين اشرار يعني تمام، مش رايحين نلعب سيجا مع بعض، فالمفروض ان انا اخلي بالي ان انا اخش بحرص، ادور على شباك منور ادخل منه، اعمل اي حاجه، مش اللي هو داخل اجيب لبس العيد، اللي هو مثلا بيقسموا فرقه كوره فانت خايف ان هم يوقفوك جون، فانت بتقول لهم انا جيت يلا انا هقف راس حربه، لا وخد بقى بص بقى، دي طبعا التيمه المعروفه يعني. استاذ نور الشريف كان ممسوك من 3 تنفار، ال3 تنفار دول كانوا ماسكينه لحد ما يجي صاحبه اللي هو هنسلمك لصاحبنا، احنا مش هنسيبك غير لما نطمن عليك، غالبا كانوا فاكرينه تايه، فاول ما صاحبه دخل تمام راحوا هم سابوه، او يعني هو قدر ان هو يفك منهم. طب ما كمل الاول، هو ايه اللي حصل؟ هو كلكم خفتوا من واحد اللي هو انا لحد دلوقتي يعني، لولا ان هو راجل لابس قميص ابيض واسع كنت انت هتبدا تحس ان هو الضرب جاي منين، مثلا الشباك كان مفتوح ففي هواء شديد. ده بص الراجل ده عدمك العافيه، الراجل مرمطك، الراجل زلك يعني، شغال واخدك غسيل ومكوى، انت دلوقتي عندك القدره ان انت تخلص منه. فكره ان انت تروح مديله بتعلم له على القميص مثلا عشان ما يتوهش، يعني فين الاكشن هنا يعني؟ ليه لا عشان خاطر هو اللي هيخلص عليا، انا لازم اسيبه. شفت دي رقصه، دي معروفه، اللي هو بص انت تخيل
التناسق اللي بيحصل دي رقصه يعني. دي تقريبا كانت ساعتها اغنيه ماكارينا المشهوره، او كان في اغنيه اكيد ساعتها اجنبيه مشهوره في الحقبه دي، فكان هم عايزين يوظفوا الاغنيه بحيث ما تحسش ان في اختلاف يعني. اليوم لسه بيضربوا في رجالتي، فعامل نفسه بيصلي العشاء تمام، فبس هم ايه فقسوه. انا مش عارف يعني مسدس اللي بيتحط في الشيفونيره ده، يعني ايه المسدس اللي تحطه في الشيفونيره؟ فرضنا في عيال صغيره مثلا بتلعب يعني، وليه ما تحطش المسدس في جيبك؟ يعني ليه راجل زعيم عصابه قد الدنيا ما يحطش المسدس بتاعه في جيبه؟ ليه يجيبه من الشيفونيره؟ ايه والله بص، انت متخيل ان هو بينهج وهو واقف؟ انت متخيل ان ده كان بيضرب وجاي بيصرخ بينهج وهو بياخد المسدس، بياخده بيبص اللي هو ايه، بياخد عدله عشان خاطر لو مسك المسدس كده فجأة ممكن يخلع له كتفه، او بيغني وهو بيتضرب. هنا طبعا عشان خاطر نلم، لان طبعا الفيلم كده هيطول، احنا لو قعدنا ممكن نقعد ساعتين بس بيدور عليه في الجنينه دي. فهيعمل ايه بقى المفروض يعني؟ انه هيروح المخرج يقول له هتحرك معلش الزرع كده عشان يعرف ان انت وراه عشان نخلص ويقتلك ويخلص. مفيش بربع جنيه مصداقيه. بيموتوا من الغل، فاهم؟ هو ما بيعملش حاجه، هو بيموتوا من الغل، بيغلوا في بعض. طبعا لازم في اي فيلم اكشن مصري بيبقى فيه اللي هي الايه العركه. بص هي عركه في الاول بتعرفك على مدى قوه وجساره وعضلات البطل عشان تثق فيه اخر الفيلم ولا لا. والعركه في النص دي يعني بتثبت، بيبدا يطلع بيها البطل ويظهر بيها البطل ان هو هيبقى ليه اعداء تمام، عشان تبقى عارف ان قفله الفيلم هيبقى فيه عركه تمام. دي اللي هتقهر البطل يعني، دي اللي هتخليه يطلع من الفيلم انسان صالح. خلاص هو عرف اللي فيها وعرف ان هو كان ماشي غلط وكان ماشي بطال وكده يعني. دي تيمه معروفه في كل الافلام. فعندنا هنا العركه الاخيره تمام، دي هتبقى خلاص بين الاعداء اللي هي دي نتيجه العركه اللي في النص. الحركه مش كويسه في رئيس العصابه وكده، فالمفروض رئيس العصابه بيبدا يجمع في رجاله لحد اخر الفيلم يعني، بيقعد مثلا الساعه ونص اللي فاضلين في الفيلم يجمع في رجاله ويبدا ان هو يرتب للانتقام. فده طبعا اخر الفيلم، الانتقام دايما بيبقى في اخر الفيلم عشان الناس ما تزهقش يعني. مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. لو خدت بالك هنا هتلاقي ان هم طبعا ما ينفعش ان هم يروحوا لحد في وقت متاخر زي كده كعصابه ويروحوا ينتقموا يعني من حد في وقت متاخر الا لما يرونوا الجرس. فطبعا هم كانوا بيضربوا نار عشوائي على الباب ايه، على اللي هم كانوا عايزين يضربوا الجرس بالمسدس، فاهم؟ فهي كانت بتيجي زي ما تيجي بقى، اللي جه في باب واللي جه في الجرس عشان بس ما يزعجوش الناس اللي رايحين يقتلوه. شغال يضرب في الفازات بالنار ويقول لهم تعالوا مستنيين ايه، والمفروض ان هم من بره يسمعوه فييجوا. طبعا الكلام ده لما تكون بتعزمه مثلا على خطوبه اختك. تخيل الراجل ده بيوصل لمرحله ايه يا جدعان؟ يعني بيبذل مجهود في حاجات تافهه جدا، والمفروض انه يقنعك ان ده بطل هو ده اللي انت تتحامى فيه الفيلم كله، او تاخده قدوتك وتعلق صورته جنب صوره بروسلي وجيت لي في الاوضه. فلامانش مع فلامانش. هو طبعا جايبه هنا على اساس انه يستند عليه، مش عشان خاطر يضرب بيه، بس عشان الناس لو افتكرت غلط اهو. طب ايه لازمته؟ انا بقول لك هو جايبه مش جايبه يستخدمه خالص يعني. شوف انت بتعرفش واقع ازاي من على الترابيزه. اللي هو انا مستني تضربني، انت خلاص ضربت صاحبي، يضربني بقى يلا. تخيل انت واخد بالك من الراجل اللي ما تعرفش يعني هو مات ازاي؟ انه يعني مثلا جاب له ضرب له رصاصه مثلا في كعب رجله. ما هي دي اصل التشبيحه دي مش تشبيحه حد ضرب رصاصه مثلا في ظهره، دي حد مثلا دم مثلا عين سمكه طلعت له فجاه وهو بيمثل. والتاني بينط. طب انت بتنط تضربه بالنار ليه؟ انت بتحدف له الرصاصه حتف يعني، انت بترمي الرصاص عليه رمي يعني. طب ماشي، هو انت بتزحف ليه دلوقتي؟ ما هو مفيش مكان فيه دم يعني، انا ما شايفش اي رجل فيهم فيها دم، فانت بتزحف ليه؟ وده بقى سايب نفسه. في ناس بتضرب نار وناس متداريه عشان خاطر ما تجيلهاش رصاصه وماسكه مسدسات، وهو ضايع في الدنيا اللي هو ايه، ما هممنيش حد. 3 الفوره من 3 وبعدين نزل بيه. طب ما كنت نزلت بيه من غير ما تضربه، ما هي وانا اعرف ان الميه بتفوق يعني، لما انت بترمي حد في الميه المفروض ان هو بيفوق، الا لو كلهم ما بيعرفوش يعوموا فبينزلوا غرقانين يعني. انا هاجي لك، بص انا هاجي لك عايم مش هلف، مع ان كان ممكن الف، حمام السباحه مش بعيد، بس انا هاجي لك عايم. شايف اللي هناك ده اللي مشبح ده اللي هو كان هيطلع، بس تقريبا البنزين خلص يعني، خلاص هيطلع من الحمام السباحه بس البنزين خلص، وغالبا دي بركه ميه وسخه مش حمام سباحه نظيف خالص يعني. المشهد الختامي ده لو ربطته بمشهد في البداية خالص، في بداية تعرفهم وعلاقتهم في الأول خالص، تحس كده يعني للحظة إن الفيلم ده برعاية نتفليكس، إنتاج نتفليكس. الفيلم ممكن كان مثلا كان اسمه الفتى العجلة،
بدل الفتى الشرير، وبعدين رسيوا على كده عشان الرقابة.